الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حبيت ندير تعليق على هذا الإهانة العظيمة، الإهانة بجلاجل، كي ولات فرنسا تحاول تضغط على الجزائر باش نروحوا نشريو التفاح تاعهم، التفاح الفرنسي 150 مليار، لأن الجزائر خدت قرار أنها ما تستوردش التفاح من فرنسا. فرنسا تغضب والفلاحين يغضبوا ويديروا مسيرة ويديروا تجمع ويطلبوا من الدولة تاعهم تضغط علينا باش ناكلوا التفاح تاعهم بالسيف علينا، ولو نحن في أزمة اقتصادية. والله إهانة بجلاجل. هذه فرنسا ما حابة تتوب، وما حابة تستغفر، وما حابة تندم، وما حابة تخطينا وتروح تبعدنا. ما ناكلوش التفاح نتاعكم. اولا ما كنتش على بالي باللي راهم يجيبوا التفاح من فرنسا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني باش الفلاح تاع فرنسا ما يجوعش وما يجوعوش ولاده وما تجوعش مرته، نروحوا احنا نجوعوا الفلاح تاع الجزائر وتجوع مرته ويجوع ولاده. واش نديروا بالتفاح تاع الجزائر؟ مالا التفاح تاع باتنا، التفاح تاع متيجة، التفاح تاع كاع الجزائر، واش نديروا به؟ نجوعوا الفلاح الجزائري باش نسمنوا الفلاح الفرنسي، نجوعوا ولاد الفلاح الجزائري باش نسمنوا ولاد الفلاح الفرنسي. والله الذي لا إله إلا هو، إنه لمن أعظم القرارات اللي تأخذها وزير التجارة السي تبون. بارك الله فيك وربي يرضى عليك، وراني معاك وراني راضي عليك، وكل مؤمن شريف راضي عليك، وكل شهيد يرضى عليك، وكل مجاهد يرضى عليك، وكل وطني يحب الجزائر يرضى عليك. هذا القرار اللي سنيته بيدك باللي ما نسحقوش التفاح تاع فرنسا قرار صائب وقرار صالح وقرار تاع انسان مؤمن. واش نديروا بالتفاح تاع الجزائر؟ ماذا بينا امثال هذه القرارات. زيد خذ قرارات، الشعب معاك في هذه المسألة. زيدوا قرارات. شوفوا أي حاجة راكو تستوردوها من الخارج وعندنا في الجزائر أمنعوها، يحبوا ولا يكرهوا، يزعفوا يديروا مسيرات، يروحوا هما ياكلوا التفاح تاعهم، هما يروحوا ياكلوه يعيشوا به. أنا خبرني رئيس حكومة سابق، رئيس حكومة سابق هو اللي قال لي وعلى رقبته، قال لي فرنسا راهي دايرة 100,000 بقرة. راكو تسمعوا 100,000 بقرة، كل بقرة عندها اللي ينقي لها، اللي يوكلها، اللي يداويها، اللي يعس الحظيرة، اللي يسوق، اللي يجيب الحشيش. راهي مخدمة في 100,000 بقرة هذه شحال؟ 600,000 شاب فرنسي. 600,000 شاب أم يخدموا في 100,000 بقرة. علاه؟ باش برك يديروا غبرة الحليب للجزائر، غبرة الحليب للجزائر. يعني احنا ما عندناش البقرة في الجزائر؟ راهم هاملين في الجبال تاع جيجل، راهم هاملين في الجبال تاع سطيف، راهم هاملين في الجبال تاع الطارف، شفتهم بعيني. البقرة الجزائرية هاملة في الجبال، والبقرة تاع فرنسا حابين يستعمرونا عن طريق غبرة الحليب، واحنا حاصلين غير كيف نوفروا اكياس الحليب للفقراء والمساكين. هذه القرارات السيادية التي نريدها، والله الذي لا اله الا هو. اهانة عظيمة. جاء وفد فرنسي كبير المستوى باش يدير اتفاق مع الدولة الجزائرية. وشنو؟ شركة تاع المايونيز
لا حول ولا قوة إلا بالله. المايونيز ويا دراوش عين يديرونا في هذيك المايونيز. الكافر لا يؤتمن على الغذاء. روح لمرتك دير لك مايونيز، شويه زيت زيتون، شويه بيض، خلطها في الميكسر، والله يخرج اروع ما يكون. رايحين لفرنسا دير لنا المايونيز، واليوم فرنسا راهي زعفانه علينا خاطرش ما ناش ناكلوا التفاح تاعهم. الله ينعل هذا التفاح، والله الذي لا اله الا هو. راني داير دعوه شر، دعوه شر في ظهر كل انسان يجيب هذا التفاح تاع فرنسا. راكم سمعتوا؟ دعوه شر. كل مرة أكيد تسمعي فيها، كل مرة راجلها يشيلها التفاح سقسيه تاع الجزائر ولا تاع فرنسا. إذا تاع الجزائر كولي إن شاء الله ربي يجعله شفاء وعلاج ودواء، وإلى تاع فرنسا راهي دعوة شر. روحوا كولوهم بالا. حسبنا الله ونعم الوكيل. سي تبون راني راضي عليك، الله يعلي شانك ويعمر دارك وينور أيامك ويختم لك بلا إله إلا الله.